الحلقة العاشرة من برنامجنا 3 دقائق فقهية. اختلاف المطالع وآراء الفقهاء في ذلك، يعني اختلاف المقصود باختلاف المطالع، أو للإجابة على هذا السؤال نقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. ثبوت يعني ايه مقصود باختلاف المطالع؟ ثبوت رؤية الهلال في قطر من الأقطار دون قطر آخر. يعني أنا شفت رؤية الهلال بتاع شهر رمضان، يعني شهر رمضان جه النهار، شفنا الرؤية بتاعته في قرية، في قطر من الأقطار أو قارة من القارات، والقارة من القارات التانية أو مكان تاني ما كانش فيه الهلال لشهر رمضان. اختلاف أو رأي العلماء في هذا الأمر إيه؟ يعني أو في دولة من الدول الإسلامية دون دولة أخرى. العلماء في هذه المسألة رأيين: رأي يرى أصحابه أنه متى ثبت رؤية هلال شهر رمضان في أي بلد من بلاد المسلمين وجب عليهم جميعا الصيام. الفرق في ذلك بين القريب والبعيد. متى بلغهم خبر رؤيته، يعني مثلا لو واحد كان في دولة تانية وشاف رؤية الهلال يصوم عليه مدام حتى لو حتى لو في دولة أخرى. ده الرأي الأولاني من الاختلاف في هذه آراء الفقهاء في هذه المسألة. وكان يجمعهم جزء من الليل، يعني متى بلغهم خبر رؤيته وكان يجمعهم جزء من الليل، وذلك لأن الأمر عام لجميع المسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا في مجموعة رأي أو الرأي ده بتاع الأحناف، يعني الأئمة الحنفية والمالكية والحنابلة، يعني 3 أئمة قالوا بهذا الرأي. رأي بقى الثالث هو رأي الشافعية وبعض الفقهاء أنه لا يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، يعني أنه هو ولا يلزمهم رؤية غيرهم. يعني أنا ما شفتش الهلال في المكان اللي أنا فيه أو في الدولة اللي أنا فيه اللي أنا تبعها أو في القطر اللي أنا فيه، ماليش اللي أنا مصوب. لازم نشوف الهلال في المكان بتاعي أو في القرية بتاعتي، في الدولة بتاعتي أو القارة بتاعتي، مادام بعيدين عنهم ولا يتفقون معهم بخط طول واحد. وهذا رأي الشافعية وبعض الفقهاء. ومن أدلته ما جاء في صحيح مسلم عن قريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بعثته إلى بلاد الشام الحاجة لها. قال قريب: فقدمت الشام قضيت حاجتها واستهل علي هلال شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة المنورة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس فقال: متى رأيتم هلال شهر رمضان وأنتم بالشام؟ فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال لي ابن عباس: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس بالشام وصاموا. فقال ابن عباس: لكن في المدينة المنورة رأيناه ليلة السبت. فقال: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه، أو نراه بعد غروب شمس اليوم 29. هذان هما الرأيين الشرعيين في مسألة ثبوت رؤية الهلال في قطر دون قطر، أو في دولة إسلامية دون دولة أخرى. ولكن منهما أدلة، يعني كل واحد منهم له أدلته في أمهات كتب الفقه، لكل دولة إسلامية أن تأخذ بالرأي الذي تطمئن إليه منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.